يا ساتر، يا نهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتفكروا ان انا بقى هزهق وهمشي والكلام ده؟ قاعد لحد ما نوصل ل1000 مشترك. ما هو الانسان؟ الانسان ده ايه بالظبط؟ خير ولا شر؟ يعني لو لقيت فلوس في الشارع هتسأل مين وقعها وكده، ولا تاخدها وتقول ده رزقي وسكتم بكتم؟ السؤال ده محير ناس كتير قوي، منهم علماء وفلاسفة من آلاف السنين. أولا الكلام اللي هقوله ده من وجهة نظري أنا بس، ودايما هيبقى فيه في الحلقات فقرة عن رأيي، وبعد كده هنمسك الحلقة ونشوف اللي فيها، سواء هنتكلم في أبحاث، دراسات، حقائق أو وجهات نظر. كتير بيقولوا ولكن زهران قال. إن يا صاحبي الإنسان في الأغلب بيكون رد فعل، ولكن هل يحقق نيوتن هنا المعادلة الصعبة وقانونه هيكون صح حتى على الإنسان؟ يعني هل لكل فعل رد فعل معاكس له في الاتجاه ومساوي له في المقدار؟ يعني مثلا أنا دلوقتي ضربتك بالقلم، أنت وما صوتكش أنت صديقي المشاهد، يعني أنت بقى ترد لي القلم ده في نفس الثانية بنفس المقدار؟ يمكن القانون ده صح، ولكن بجزء بسيط من وجهة نظري، لأن في الأغلب لو حد ضربك بالقلم هترد عليه في نفس الثانية تلقائي من غير ما تحس وتضربه نفس القلم. ولكن في أوقات تانية ما بيبقاش رد الفعل ده هو عند كل الناس، يعني مش كل الناس هترد القلم في نفس الثانية. في ناس بتتمالك نفسها في وقت الغضب بشكل رهيب وما بيكونش رد فعله في وقتها. ونرجع للسؤال تاني، هل الإنسان خير ولا شر؟ فيجي واحد دلوقتي منكم يفكر ان الموضوع كده انتهى، وان كده الانسان الشرير هو اللي بيرد القلم في نفس الثانيه، ولكن الانسان الطيب هو اللي بيتملك نفسه وقت الغضب. فاحب اقول له انزل اعمل لايك وتعالى نكمل الحلقه. النهارده هنفكك السؤال ده بعلم وفلسفه وبحاجات بتحصل لنا في حياتنا اليوميه. في الفلسفه القديمه توماس هوبز الفيلسوف الانجليزي كان شايف ان الانسان ذئب لاخيه الانسان، وإن لو مفيش قانون ولا سلطة هنبقى عايشين في غابة والبشر هياكلوا في بعض. ولكن على الصعيد الآخر بيرد جان جاك روسو الفيلسوف الفرنسي وقال العكس تماما، إن الإنسان ولد طيب بريء زي الأطفال، ولكن المجتمع هو اللي بيفسده ويخليه أناني. يعني الفلاسفة اختلفوا من البداية، هل إحنا شياطين بطبعنا ولا ملايكة والدنيا بوظتنا؟ في علماء ما اكتفوش بوجهات النظر دي وعملوا تجارب زي تجربة ميليجرام، الطاعة ضد الرحمة. في التجربة دي في دكاترة جابوا ناس عادية وقالوا لهم هيصعقوا شخص بالكهرباء كل ما يجاوب غلط. الشخص ده كان ممثل، وكان الدكاترة متفقين معاه إن كل ما حد ما هيدوس على الزرار هيمثل انه بيتكهرب، ولكن الناس اللي جابوهم ما يعرفوش كده طبعا. وهنا الدكاتره في التجربه دي عايزين يعرفوا هل الناس هتكهرب شخص ملوش ذنب لمجرد بس ان في دكتور او حد ليه السلطه في المكان ده بيقول له اعمل كده او بيقول له كمل، ولا هيصعب عليهم وهيرفضوا يكملوا. معظم المشاركين وصلوا لصعقات خطيره جدا بس عشان الدكتور موجود وبيقول له كمل بعد كل سؤال فكان بيكمل. يعني كده النتيجه مش كل اللي بيعمل الشر شرير، احيانا احنا بنمشي ورا السلطه حتى لو ضد انسانيتنا ومبادئنا، لمجرد وجود شخص في المكان ليه السلطه وانه بيؤمر الناس فبنعمل الحاجه دي غصب عننا لمجرد طاعه الاوامر. وفي دراسات حتى اثبتت ان الحيوانات بتتعاطف مع بعض، فده معناه ان الخير والشر مش بس في الانسان. وزمان عملوا تجربه على اطفال، تجربة المارشميلو، جابوا أطفالهم وحطوا قدامهم قطعة مارشميلو وقالوا لهم لو استنيتوا هتاخدوا 2 مارشميلو كمان شوية. نصهم صبروا والنص التاني أكل اللي قدامه، واكتشفوا إن الأطفال اللي صبروا كانوا ناجحين أكتر وأكتر قدرة على التحكم في نفسهم. يعني حتى وإحنا صغيرين في جزء مننا بيدور على مصلحته اللحظية، وفي جزء بيقدر يصبر ويضحي شوية لمجرد مصلحة أكبر بعدين. طب تفتكروا السلطة ممكن تخليك فاسد أو تظهر الشر اللي جواك؟ زي مثلا تجربة السجن في ستانفورد، جابوا طلبة وقسموهم سجانين ومساجين في تجربة تمثيلية. في أيام قليلة السجانين بدأوا يعذبوا المساجين والموضوع قلب بجد، والتجربة اتقفلت قبل ميعادها بكتير من كتر ما خرجت عن السيطرة. واللي بنطلع بيه هنا من القصة دي إن الشر ممكن يطلع من أي حد لو امتلك سلطة. في لقطة من فيلم الجوكر بيقول إن أسوأ جزء إنك تبقى مجنون إن الناس تتوقع إنك تبقى عاقل، ودي إشارة إن المجتمع بيضغط الشخص وبيولد الشر جواه. في مسلسل بريكنج باد والتر وايت بدأ راجل عادي خالص وطيب، ولكن الظروف واللي هي كانت الفلوس
والمرض والمجتمع، حولته واحد من أخطر المجرمين. يعني مش دايما الطبع غلاب، أوقات الظروف بتطلع الوحش اللي جوانا. في مسلسل The Good Place المسلسل كله قايم على سؤال واحد: هل الناس طيبين بالفطرة ولا بيتعلموا يبقوا طيبين؟ والمسلسل بيقول إن الخير مش ثابت، وإن هو عملية تدريب وتغيير مستمر. في مسلسل بلاك ميرور تقريبا كل حلقة بتوري لك إزاي التكنولوجيا بتطلع أسوأ ما فينا، زي حلقة نويز دايف. الناس بتقيم بعض بالنجوم والأنانية بقت نظام حياة. فالخلاصة إن الإنسان لا طيب 100% ولا شرير 100%، إحنا جوانا البذرتين، الخير والشر. وأنا مقتنع يا صاحبي إن البيئة المحيطة بيك ليها التأثير الأكبر على سلوكك ومزاجك وردود أفعالك. فمهم جدا تختار البيئة المحيطة بيك، لأن اللي بيحركنا الظروف والضغط، السلطة، المجتمع. طب إزاي تعرف إنك طيب أو شرير؟ لو نزلت عملت لايك وسبت كومنت حلو فأنت من الطيبين. السلام عليكم.